الرحيم. الحمد لله والشكر على كل حال. مباراة أمس كانت مباراة قدمنا فيها مجهود كبير. الحمد لله كسبنا الثلاث نقاط مستوى ونتيجة. طبعا قدامنا مباراة مهمة، مباراة الاتفاق، وأي شخص أو أي فريق بينافس الدوري لابد أنه كل مباراة يلعبها كنهائي. أي لاعب يتمنى أنه ينضم للمنتخب، هذا شرف لأي لاعب. الطموح موجود. يمكن طول الفترة اللي راحت ما انضميت، لكن الحمد لله ما أثرت فيني نفسيا. الحمد لله كنت أعطي في الملعب. إن شاء الله بإذن الله أن يكون متواجد في المعسكر، وهذا طموح وحلم لأي لاعب. كلمك لوز عن النقطة؟ والله هو تكلم معي أنه تستاهل في الانضمام للمنتخب، لكن ما في شيء رسمي إلى الآن. أثنى على المستويات اللي قاعد أقدمها، الحمد لله والشكر على كل حال. لكن إن شاء الله بإذن الله إن كان الله وفقنا وانضمنا للمنتخب، الله يقدرنا بإذن الله. طبعا هو تكلم أنه راح تكون معنا موجود، وعسى الله يكتب لي فيه خير بإذن الله. هل تحدث عن الأيام الماضية لماذا عبد الله النجي لم ينضم، أو هو فسر لك أمور أخرى؟ لا والله ما تكلمنا كان أغلب النقاش أنه كان هو اللي يتحدث أنه أنت تستاهل الفترة هذه، تستاهل المنتخب، وهذه وجهة نظره. طبعا أنا ما كنت أقدر أتناقش معه، هذه وجهة نظر. أنا أتقبل أي رأي لأي مدرب سواء في النادي أو في المنتخب، إذا استدعاني أو ما استدعاني. لأنه هو يشوف أني أنا أستحق المنتخب، هذا شرف كبير. أنا لاعب محترف، ممكن تروح، مو من شروط أنك تلعب أساسي. ممكن أنك تكون حارس رابع، ممكن تكون جالس في المدرج، هذا شيء طبيعي. وفي الأول والأخير أنا أحترم قرار أي مدرب. قلت لك ما راح تأثر علي نفسيا أبدا، بالعكس أنا أتمرن، تكون تمارين يومية. بالعكس راح أعطي كل ما أوتيت من قوة بالتمارين.